شاء الله لن ننساكم. النهاردة بنتكلم على ماتش الزمالك وماتش الإسماعيلي. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قبل المباراة، مفيش عن أهم اتنين اتكلمت عليهم وانتقدتهم بشدة كبيرة جدا: مصطفى شلبي ودونجا، وهم دول اللي أحرزوا الهدفين النهاردة. من دونجا من تسديدة من برا ال18 كالعادة، اللي أنا قلته إن مفيش أي حد بيشوط من برا ال18. وبرضه النهاردة شوفنا نفس الكلام، مفيش أي حد بيشوط من برا ال18. الشوطة الوحيدة اللي جت من برا ال18 جت منها جول اللي أحرزها دونجا، وكان قلبه جامد كمان على الكورة. صعبة تتشوت وهي جاية بنفس الريتم اللي هو عملها وهو بينط ويشوط في ال18. علامة استفهام كبيرة على جروس بعد الجون الأول من مصطفى شلبي. أول 18 دقيقة شوط بلا معنى، من بعد الهدف كمان بلا معنى. أداء أول ما جبنا الجون الريتم بتاع الأداء وقع جدا، مفيش أي أداء، مفيش أي كلام مع اللعيبة. زي ما قلنا إن الخط بره عندنا مفيش أي حد بيتكلم مع أي لعيب، كله بره ساكت بيتعمل التغييرات بس وفقط لا غير. مفيش أي كلام مع اللعيبة، مفيش أي حد بيرجع ورا، مفيش أي حد بيهاجم. زيزو واقع أول 4 دقايق بيعافر في الكورة بس بلا جودة. شايف إن الشوط الأول أداء غير مرضي بالنسبة لجماهير نادي الزمالك على أداء اللعيبة اللي كانت بتلعب في الماتش. أداء سيء جدا جدا بعد إحراز الهدف الأول، كمان أداء متدني. والشوط التاني الإسماعيلي كان مسيطر في كل حاجة. إن نادي الزمالك ما جاش من أوضة اللبس في الشوط التاني في ماتش الزمالك والإسماعيلي. أداء غير مرضي، وبالنسبة لي جروس علامة استفهام كبيرة أوي إن هو ما يعملش كلام أو ما يتكلمش مع اللعيبة. اتكلم في الشوط الأولاني ونيجي لعيب جون مصطفى شلبي اللي ما عملش أي حاجة غير الجون. بالنسبة لي مفيش أي أداء خالص لمصطفى شلبي، ولا في عرضية ولا في أي حاجة. ونسبة القطع للكورة كانت بالنسبة لي الجزيري من بره ال18. قلنا إن الجزيري في الفيديو اللي فات برضو إن هيبقى ليه عامل كبير في فوز نادي الزمالك وخروجه من بره ال18 ناحية رمية التماس، عشان اللاعب يقطعها ما تطلعش رمية التماس وتتلعب لجوه ال18 من محمد السيد. عملها عرضية ومصطفى شلبي يجيب منها جول. بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة لأحمد فتوح، برضو مفيش أداء دفاعي، مفيش أداء هجومي، مفيش قطع للكورة، مفيش علامة استفهام كبيرة. من بعد الحادثة أو الصدمة اللي مر بيها كان راجع بقوة، بعد كده مستواه أقل وريتمه أقل، لأنه واخد مهام من جروس إن هو يدافع ما يهاجمش، وهو مش بيدافع ولا بيهاجم. علامة استفهام كبيرة لأداء فتوح النهاردة. محمود جهاد الصفقات الجديدة تأتي بثمارها. محمود جهاد لاعب الشكل بتاعه يليق على نادي الزمالك ويستحق رجل المباراة النهاردة. محمد شحاتة كان أداؤه، لأن هو كان بيلعب في مركز عمر جابر، أداؤه كان ورا شوية. مفيش التحامات كبيرة. أداؤه اللي هو متدني لأن هو محطوط في مكان مش في مكانه، بس أدى أداء يليق بيه كلاعب مش بيلعب في مكانه يعني. زيزو علامة استفهام كبيرة. لبلت ماتشات تتوالى التفكير، وبره الصندوق، بره الماتش، بره المستديرة نفسها، في تفكير كبير جدا حول التجديد مع الإدارة مع الجماهير، فبالتالي في تشتيت جامد أوي. الشوط التاني أداء مش مرضي زي ما قلنا. دونجا يحرز هدف الدقيقة 98 وبيعمل وش يمين، معرفش. أنا عايز أصلا تمشي هي الكورة الحسنة اللي جابها جول. وبالنسبة لي لا، ما تعملش أي حاجة. أنا عندي ما تجيبش جوان وتلعب برجول، لأن مكانك ما بتلعبش فيه جوان مش مشكلة بالنسبة لي. لكن أنت ولا بتدافع ولا بتهاجم ولا بتقطع الكورة ولا
إن أنت تبقى لعيب كبير لازم تقضي أدائك في المهام المدرب نفسه حطك فيها، أو الرقم اللي أنت محطوط فيه كخط نص مدافع، إن أنت تقطع الكورة، تسلم الكورة، تقطع الكورة، تسلم الكورة، تبقى مع كل لعيب، تبقى مع كل لعيب في ظهره وفوق. لكن مفيش أي من الكلام دوت برضو. هو الأداء مفيش جديد بالنسبة لي. تبديلات مصطفى في الدقيقة، الجزيري وحسام أشرف في الدقيقة 68، ومحمد السيد وناصر ماهر اللي عليه علامة استفهام كبيرة من جمهور، إذا كان نادي الزمالك أو أغلبية نادي الزمالك أو جمهور نادي الأهلي، إن هو خد طرد اللعيب ضربه. زي ما هنشوف الفيديو دلوقتي، اللعيب ضربه، يعني انت اللعيب زقه من الأول، فبالتالي خرج مخه أو رتمه بره الماتش وضرب اللعيب، خد طرد مباشر. حتى هو متكلمش، الناس بقى قالت إن هو ميتكلمش عشان خاطر ما يلعبش ماتش الأهلي، مش يا عم امشي، بلا ما يلعبش بلا ما يعملش، يعني هو عارف إن هو الواد هينزل يزقه وياخد طرد، هي ناقصة. والهدف بعد كده خروج مصطفى شلبي، معلش، خروج مصطفى شلبي ونزول أحمد محمود الدقيقة 79، وخروج محمود جهاد ونزول محمود بنتاج الدقيقة برضه 79. وعندي علامة استفهام برضه في التبديلات، انت ليه ما بدلتش محمود جهاد بأحمد محمود ومصطفى شلبي بمحمود بنتاج؟ ليه العكس؟ ليه بتعمل برضه في التشكيل برضه حطيت محمود جهاد يلعب مكان عمر جابر؟ نزل أرضية الملعب لقينا شحاتة هو اللي بيلعب مكان عمر جابر. طب ليه يعني؟ هتغش؟ هي ناقصة فقاقة؟ هتلعب التشكيل العادي والريتم العادي بتاعنا، مش لازم تفكيكات في أم الخطة. طرد ناصر ماهر زي ما قلنا في الدقيقة 85، كان أداؤه كان مرضي أوي، وجاب كوبري جميل جدا. هو أول ما نزل رتم المباراة اتغير، لأن هو بقى بيعمل فارق، بينزل يستلم الكرة ويخش بيها لجوه، يقطع ويعمل بيها لجوه. هو ده خط النص المهاجم اللي تحب تتفرج عليه. حتى لو خد طرد ما عنديش مشكلة. اللائحة بتقول إن لاعب الطرد المباشر ياخد ماتشين، بس طبعا اتحاد الكورة زي ما احنا عارفين، عشان ما يلعبش ماتش الأهلي مفيش أي أدنى مشكلة. كده كده الزمالك مش لعيب، مش بيلعب على لعيب واحد يعني، غيابه هيأثر مفيش مشكلة، بس إن شاء الله يأتي البديل بثماره يعني. نرجع لهدف دونجا الدقيقة 98، اللي جاي من الدفاع ورا دونجا، وقطعها وسلمها لنص الجماهير نادي الأهلي من النص التاني. على الله إن شاء الله. كرة ضربة جزاء، امشي امشي يلا، بلا ضربة جزاء، ده أنا بلعب كورة في الشارع مش هسيبها ضربة جزاء. ضربة جزاء إيه وبتاع إيه؟ يا عم روح شوف اللي عندك تقول لي ضربة جزاء. ده في ماتش بيراميدز وماتش سموحة حصل فيه كارثة تقول لي مش عارف إيه. أصلا محمد السيد لعيب مع اللي هو رقم 6 في نادي الإسماعيلي، ده مكسح محمد السيد، مكسحه، وما فيهاش طرد. ده مش داخل في قصبة رجله، ده هيفرتك له رجله، ما الفار حتى ما ندلوش ما عملوش، فاهمش ناقص. احنا بناخد بالحكام، امشي امشي. إيه ضربة جزاء؟ احنا خدنا ما حسبلهاش ضربة جزاء عادي، مش مشكلة اللي عليكم. الصفقات الجديدة، صلاح مسدك إن شاء الله يبقى صفقة مدافع كويس إن شاء الله. أحمد الجفالي في نادي الزمالك، من المشتري جماهير هناك غاضبة جدا. كنت سمعت رقم كده بالشراء لنادي الزمالك، بس أنا مش مصدقه طبعا ومش هقوله، لأن أنا ما أقدرش أقول كلام أنا مش متأكد منه 100%. أحمد الجفالي في نادي الزمالك صفقة ممتازة، العين شايفة لعيبة هتقتل ثمارها زي محمود جهاد، لعيب كبير. وشكل نادي الزمالك علامة استفهام على كابتن أحمد سليمان اللي مش لاك. الصفقات في لعيب إيفوري هيبقى في نادي الزمالك، إن مش لاك اترفع اسمه من
جديد خالص، وأداؤه مش مرضي كده كده بالنسبة للجماهير، بالنسبة للإدارة، بالنسبة لكل حاجة. فاحنا فعلا تستفيد النهاردة، وهيبقى الرد على مشلاك إذا كنت هتديله حقه أو تاخد من أي مستثمر حقه وتقسطهوله أو تديهوله بالمصري أو أيا كان. هيبقى في صفقة كبيرة لنادي الزمالك، لعيب إيفوري كبير إن شاء الله. يبقى في إن شاء الله يبقى في صفقة لنادي الزمالك الإيفوري دوت بعد خروج مشلاك من نادي الزمالك. عواد صد كورتين، نشوط علينا 10 كور في الشوط التاني من 12 كورة في الماتش كله. أداء غير مرضي بالنسبة لنادي الزمالك، ومفيش كلام. هنفضل أقول وأعيد في كل فيديو جاي أو فيديو قبل المباراة، لازم تتكلم مع اللعيب المصري عشان خاطر ما الماتش نفسه والريتم يبقى لسه موجود في دماغه، ما يهربش إن إحنا كسبانين، إن الإسماعيلي بيهاجم، إن ممكن يجي جول، لازم ندافع، لازم كلنا لأ، لازم تغير مخ اللعيب المصري، وبالذات لعيبة نادي الزمالك، لأن هي بتخرج من المباراة أكتر ما بتخش فيها، لأن هي مش ماتش حماسي. أنت بتجيب الجون وتقعد عليه زي الجون بتاع مصطفى شلبي كده من الدقيقة 18 لحد الدقيقة 98، أنت بتمشي على إن أنت بتدافع وبتقطع الكورة وبتسلم وبتمشي على خالص. أداء غير مرضي أصلا بالنسبة لي الماتش كله، مفيش أي أداء خالص. نخش على تقييم اللعيبة. جروس أول مدرب طبعا 1 من 10، لأن أنا شايف إن هو أداؤه مش مع نادي الزمالك مفيش أي بلان بيتعمل في التدريبات، مفيش أي خطة بتتعمل، مفيش غير إن هو مصطفى شلبي يضم لل18 وشكرا على التحية، لأن هو جاب منها جون وجاب منها أسيست ومش عارف إيه، فيلا ضم مصطفى شلبي لل18 واعمل العرضيات عشان نزيد التكتل الهجومي في قلب الخصم. خلص الموضوع على كده، أي حاجة تاني بتتعمل مفيش. أنا اللي بقولك مفيش أي تدريبات تاني. خلص الموضوع على كده. 1 من 10 لجروس وبعيد وبزيد كابتن عبد الواحد السيد ليه دور كبير إن هو يتكلم مع المدير الفني، إن هو يتكلم مع اللعيبة. فأنا بالنسبة لي علامة استفهام على كابتن عبد الواحد السيد، إن أنت سايب اللعيبة من غير كلام، مفيش كلام مع المدرب إن هو لازم يتكلم مع اللعيبة في قلب الماتش، يندههم، يخلي القائد أيا كان. عبد فتوح، القائد فتوح بس مش موجود. أنا اللي بقولك مش موجود. عواد 5 من 10 في حراسة المرمى. أحمد فتوح 1 من 10. أحمد حسام لعيب جديد في نادي الزمالك، وكان هيحصل منه في كام غلطة حصلت في الشوط الأولاني كان ممكن يحرز منها أهداف النادي الإسماعيلي، ما هما قلة الخبرة وقلة التفكير، إن ممكن لعيب زي أحمد حسام إن هو يغلط، فالأداء الهجومي ما كانش أحسن حاجة للنادي الإسماعيلي. لكن لو كان أحسن حاجة أو كان فت في الملعب كان ممكن يحرز أهداف من الغلطات اللي أحمد حسام. بس إن شاء الله القادم أحسن ليه يعني مع نادي الزمالك، لأن هو لسه متولفش مع حسام عبد المجيد والفرقة كاملة، أو مع عواد إن هو المفروض يتكلم معاه برضه. فلسه اللي جاي أحسن. 4 من 10. حسام عبد المجيد 5 من 10. محمود جهاد رجل المباراة. عندك أحسن من كده، لازم ترجع تدافع. يعني برضه لازم تاخد الأداء الدفاعي، إن أنت تقطع الكورة وتستخلصها. أنت استخلصت 3 مرات الكورة، بس برضه لازم يبقى ليك الشكل الجمالي أنت بتسلم وتستلم وتعمل هجمة وتشوف رؤيتك للملعب حلوة. بالنسبة لي إن أنت تستحق رجل المباراة مفيش مشكلة، بس بالنسبة لي إن أنت تدي أداء أحسن من كده، لأن أنت عندك لعيب. أنت لعبت الماتش ده ب50-60% من أدائك. عندك أداء أحسن من كده في الملعب، وتقدر تدي أكتر من كده. 8 من 10. دونجا ممكن تتعمل لمين يا ابني؟ انت ما بتتفرجش على ماتشاتك اللي فاتت؟ تعمل لمين؟ للجمهور؟ لا، ليه انت ما تقدرش تعمل للتحليل؟ ما هو انت الناس بتحلل على اللي هي بتشوفه، انت اداءك سيء يا عم، امشي. انت مش اداء، قلتلك مليون مرة وهفضل اقولها في كل مرة في الفيديوهات، انت اداءك ان انت تقطع الكورة، تسلم الكورة، تبقى في ظهر المدافعين، ظهر المهاجمين اللي بتيجي تستلم منك الكورة، انت قلب الملعب. مش لازم تجيب اجوان، عندي ان انت تشوف الرؤية، تنقل الملعب، الكرة من الملعب من هنا لهنا، من الشمال لليمين،
وتقطع الكورة ويبقى عندك أحسن من أنت تشتغل إشارات مرور في نادي الزمالك، من كل لاعب يمسك الكورة تشاور له الباصي هنا، تشاور له الباصي هنا. أنت بتتكلم أكتر من جروس، يعني أنت بتتكلم في الملعب أكتر من جروس. هدف حلو وتفكير حلو، بس برضه زي ما أنا قلت إن أنت عندك تلعب إن أنت تقطع وتسلم الكرة وتنقل من الشمال لليمين في الملعب، بيبقى أداءك أحسن من كده بكتير. يعني أنت مش أداءك أداء هجومي، مش كل الملعب، مش كل كورة إن أنت تعوز تجيب جون، أو مش كل كورة إن أنت تقدر تهاجم أو تعمل جون أو مش هي دي الكورة. العب جماعي، اقطع، خليك فت في الملعب، خليك منافس على الكورة مع الخصم اللي بيلعب عليك عشان تقدر تستفيد منك الفرقة. هي دي الكورة. 4/10. شحاتة 4/10 لأن هو بيلعب في مكان زي ما قلنا مش مكانه. محمد السيد أسيست حلو في مكان مميز، وعنده رؤية حلوة، لعيب شاب. هو ده اللي الشباب تلعب بنادي الزمالك. بالنسبة لك يبقى عندك رؤية للملعب كبيرة، محتاجين بس حافز، محتاجين لعيبة مهارية تلعب جنبهم زي ناصر ماهر، عبد الله السعيد. هتشوف أداء لنادي الزمالك غير. محمد السيد 6/10. مصطفى شلبي هات جون والريتم يقف. ما جبتش جون، افضل ماسك الخط والعب، ماسك الخط والعب، ماسك الخط ودم والعب، ماسك. خلاص تعبت. يعني أنا بجد لعيب زيك، لعيب زيك دم، لعيب زيك دم شوت، دم شوت، دم شوت. إنما أصلا هو جروس مش مانع الشوت من الأساس. فأنا بالنسبة لي مصطفى شلبي علامة استفهام كبيرة برضه على أدائه المتتالي بكذا ماتش سيء. هو بيجيب جون وكل حاجة، بس أنا زي ما قلنا الكورة مش جوان، لأن هي الكورة جت أصلا قدامه وجاب جون. يعني مش هو اللي عاملها، مش هو اللي صانعها، مش هو اللي ضامن، مش هو اللي عامل. فبالنسبة لي أداء، أنا بالنسبة لي غير مرضي على أداء مصطفى شلبي ودونجا وأحمد فتوح الماتش دوت. التلاتة ثلاثي غير مرضي جدا، لأنها ماتشات تتوالى الأخطاء. هو نفس الأداء، هو مفيش جديد، هو مفيش فت على الكورة، هو مفيش 100%، مفيش حتى 80، مفيش 70% من أدائهم. فبالنسبة لي لازم الحافز يشتغل في مخ اللعيبة ديت، وإن أنت تقعد معاهم تتكلم معاهم تقول واحد واتنين وتلاتة، أنت عندك أحسن من كده، ادي الزمالك، ادي الفرقة، ادي اللعيبة، عندك مكان يلعب مكانك واحد واتنين وتلاتة، أدي اعمل قاتل عشان خاطر محدش ياخد مكانك. بس مفيش طبعا الكلام ده في نادي الزمالك، ولا في شوط ولا في أي حاجة ولا في كلام. كل الأداء الفكري متشتت. مين هيجدد؟ زيزو هيجدد ب100، جوز هيجدد ب1,000,000 ب1,000,000 مش عارف على ايه. قلنا كذا مرة اقطع التفكير واقطع حبل المناقشات اللي بيحصل كل يوم في التلفزيون، كل يوم زيزو الزمالك، زيزو الزمالك، زيزو الزمالك. يا تجدد يا تمشي. تشوف حل عشان خاطر تقطع التفكير وتبدأ تبني حاجة جديدة، أو تبنى تخش في حاجة جديدة عشان خاطر ما تتشتتش، وما خاطر مخك يبقى فاضل حاجة واحدة بس. بالنسبة لي مصطفى شلبي 4/10 على أداء. زيزو علامة استفهام برضه، زي ما قلنا إن هو بيفكر بره الملعب أكتر من الملعب، عايز يعمل حاجة إن هو يوري إن الجمهور إن أنا بلعب، إن أنا بأدي، إن أنا بعمل أسيست، إن أنا عايز أجيب جون، إن أنا بجيب جون، وهو مبيعملش أي حاجة. أنا بقول لك هو أداؤه في الملعب ما بيعملش أي حاجة. 3/10 لأن زيزو مش هو ده أداؤه، مش هو ده اللي اتعودنا عليه، مش هو ده الأسيستات، مش هو ده الجري، مش هو ده بالنسبة لي مش هو ده زيزو. 3/10. سيف الجزيري في كل كورة لعيب بيفكر بره الصندوق أكتر من جوه الصندوق، يعرف يضغط على المهاجم، يعرف سريع. عدى مرة في التانية كان في التابع اللعيبة 5/10. بس عندك أداء أحسن من كده يا زين. التبديلات أحمد محمود بدل مصطفى شلبي، مش عارف مستغرب ازاي يعني انت بتبدل لعيب، ما تبدله بنفس اللعيب اللي هيلعب مكانه. ليه لخبط الدنيا؟ نزل مصطفى شلبي بدل احمد محمود، ومحمود جاد بدل محمود بنتايج، وخط نص يلعب مكانه شباك، وايه ده؟ بلاش فكاكة في الأداء، وبلاش فكاكة في كل حاجة. والتشكيل ده اتحط ليه محمود مجاد يلعب مكان عمر جابر، ينزل نلاقي خط. لازم جروس يعيد حساباته لما بره النادي.
امشي. ما فيش أداء، ما فيش أي حاجة. احنا لما نلعب الكونفدرالية بعد البتاع هنموت. أحمد محمود أداؤه حلو، اللعيب جاي منه يعني إن شاء الله يبقى في كورة من اللعيبة الشباب اللي لسه طالعة 4 من 10. محمود بنتايج اللي أنا بقول إن هو يستحق أكتر من كده دقايق، أكتر من 11 دقيقة، يستحق لعبة أكتر من كده، يستحق إيه فرصة أكتر من كده، لأن هو لعيب كبير عنده خبرة، لعيب يقدر ياخد فاولات، يقدر ياخد ضربة جزاء جوه ال 18، لعيب بيلعب لجوه ما بيدافعش، يقدر ينقل الفرقة كلها لقدام، عنده رؤية جميلة. بالنسبة لي إن هو يستحق أكتر 5 من 10 على الفترة اللي هو لعبها كمدافع برضه، إن هو بيقطع الكورة، لأن آخر الدقايق دي حصل رجوع جدا من جميع اللعيبة، وقلة الثقة وعدم الكلام جروس مع اللعيبة خلى اللعيبة ترجع لورا جامد، والإسماعيلي يهاجم، وكان ممكن فرصة أو التانية أو التالتة لعيب يغلط، لعيب يحرز منها هدف، وكان ممكن ضربة الحكم يحسب ضربة جزاء على نادي الزمالك بضربة جزاء دونجا، اللي أنا شايفها أصلا إن هي مفيهاش ضربة جزاء، واللي شايفها ضربة جزاء أقول له ماشي ضربة جزاء عادي مش مشكلة. ضربة جزاء ضربة جزاء، زي ما قلت لك من شوية، أنا قلت لك هي مش ضربة جزاء. انت شايفها ضربة جزاء، شوفها ضربة جزاء عادي، ايه المشكلة؟ انت تشوف حاجة مش مهمة، انا شايف حاجة برضه مش مهمة بالنسبة لك مش مهم، عادي، لما قراري مهم بالنسبة لي انا شايفها مش ضربة جزاء، واي حد بيفهم شايفها مش ضربة جزاء. انت ما تفهمش، دي حاجة بتاعتك انت مش بتاعتي، روح راجع نفسك. الجزيري وحسام اشرف، اللي خروجه برضه دخوله الملعب ما عملش اي تغيير، لان هو برضه بيستنى الكورة كتير اوي ان هي تتلعب له يلعبها بالدماغ، أو الكرة تجيله ويقوم شايطها. لازم تنزل، قلت لك تفضي مساحاتك عشان ما تتخنقش من الاتنين المدافعين، والاتنين المساكين يفضلوا لازم تنزل عشان تعرف تجري ما بين المدافعين، وتعرف تفضي مساحات لنفسك عشان تقدر تجيب جون. إيه يا جماعة، اتفرجوا على الدوري بره. شفتوا جون كريستيانو رونالدو مع النصر في نفس اليوم، اللعيب جاي بيجري مكان زيزو، بيجري جري، وكريستيانو في نص الملعب بقى مفضي كل حاجة، مفيش أصلا مهاجمين جوه، وأول ما شاف اللعيب إن المساحة فاضية من ناحية المساك قام جاي جري، والكرة جايله، قام شايطها بأجمل ما يمكن وبأقوى ما يمكن، جاب منها جون. لازم تفضوا مساحات، لازم تفضوا مساحات عشان خاطر تقدر تخلق رؤية ليك للجون، وتقدر تخلق رؤية ليك لرجلك عشان تقدر تشوط في كورة. يا جدع لازم جروس يتكلم مع اللعيبة، ولازم يبقى فيها أداء، ولازم يبقى فيه تدريبات، مش كده. محمد السيد خروج محمد السيد ونزول ناصر ماهر، أنا سبت التبديلين دول للآخر عشان خاطر أتكلم على ناصر ماهر. زي ما قلت الكورة أصلا المفروض الفار ينده، ماشي يا طرد ناصر ماهر، بس المفروض الفار ينده يبقى فيه إنذار للاعب اللي أحرز. المفروض الفار ينده، لأن ناصر ماهر اشتبك مع اللعيب بتاع نادي الإسماعيلي، اللعيب هو اللي اشتبك معاه الأول، بعد كده ناصر ماهر رد فعل بره البوكس وبره الملعب وبره الكورة وبره سياق المباراة، مفيش مشكلة إن هو ياخد طرد، بس اللاعب الإسماعيلي ياخد إنذار. نفس اللقطة شفناها بره مع ريال مدريد، فينيسيوس وحارس المرمى، حارس المرمى شد شعر فينيسيوس، وبعد كده فينيسيوس برضه خد هو الطرد، والفار مرجعش برضه، علامة استفهام على وجود الفار. مش عارف ليه، هو مفيش أصلا يعني هو ما بيعملش أي حاجة تفيد المباراة، يعني هو الفار ما بيعملش حاجة تفيد المباراة. حتى لو أنا مش هحسب الكرة بتاعت دونجا، أنا راجل زملكاوي وأنا مش هحسب الكرة بتاعت دونجا ضربة جزاء، يا اما اندهله يا اما ما اندهلوش، يا اما اندهش في الكوره بتاعت محمد السيد اللي كان هيكسح رجله. مفيش فكر، مفيش اداء. لجنه التحكيم بره اتحاد الكوره، بره اللجنه، مش لجنه التحكيم، مش كوره نسائيه متهيألي، مش كوره رجاليه. ناصر ماهر خد طرد، وزي ما قلنا برضو ان
إن اللائحة اللي اتحطت في شهر أكتوبر شهر 10/2024 بتقول إن اللاعب لو خد طرد مباشر يقف ماتشين. معرفش بقى هل هيقف 3 ماتشات هل هيقف ماتشين. دي اتحاد الكورة تقولها يعني. عايزينه يلعب ماتش الأهلي لا يبقى هيقف ماتشين. طب عايزينه يقف مش هيلعب ماتش الأهلي يبقى خلاص هيلعب 3 ماتشات إجباري مش اختياري. أداء غير مرضي بالنسبة لي وبالنسبة لأغلب جماهير نادي الزمالك. اللي أنا قلته زي ما اتفقنا إن جروس علامة استفهام كبيرة، إن مفيش تسديد بره ال 18، إن أنت هتقابل فرقة لازم تشوط بره ال 18 عشان خاطر تقدر تجيب جون. عشان خاطر برضه هفضل هقولها تاني زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، اللي هسيب لكم اللينك بتاعه في البايو بتاع الفيديو. زي ما قلت مفيش شوط من بره ال 18، لازم تشوط من بره ال 18 عشان خاطر تعمل تشتت لحارس المرمى، عشان خاطر تعمل تشتت للمدافعين يعملوا عليك حيطة تقدر ترقص منها. تقدر مهاجم يخلق من بره ال 18 إن هو يقطع ويفضي مساحة لنفسه. اللعيب يتعمل له كورة. لازم حد يتكلم مع جروس أو كابتن عبد الواحد السيد كابتن ميدو. لازم حد يتكلم معاهم لازم حد يتكلم معاهم عشان خاطر يحصل تغيير في الملعب. لأن احنا كده أداء عشوائي. مفيش أداء في الملعب. أداء عشوائي جدا. مفيش أي جديد. أنت بتلعب على غلطة المدافع. ما شايف إن مفيش أي حاجة ممكن تجرى في ماتشات كبيرة ممكن تلعبها. ماتش الأهلي هيبقى فيه مساحات لأن الأهلي ما بيلعبش على تعادل، ما بيلعبش على الغلطة اللي ممكن يغلطها اللعيب، بس ممكن يسيب لك الكورة وهيبقى عنده لعيبة سريعة جدا. زي ما بنشوف الأداء اللي بيتعمل ده بيقطع ده بيقطع ده بيقطع. يبقى لازم يبقى فيه عشان ما نخرجش بأداء كارثي زي ماتش بيراميدز اللي احنا خسرنا فيه 3-0. برضو بيراميدز ساب الكورة لنادي الزمالك وحصل غلطات من على الونش. هدف والتاني والتالت وكان ممكن يحصل نتيجة أكبر من كده. فبالنسبة لي الشوط من بره ال 18 حل مفيد لنادي الزمالك. كلام مع اللعيبة وتدي تعليمات إن دونجا يلعب يقطع ويسلم ويستلم ويقطع ويسلم ويستلم ويقطع ويسلم ويستلم ويبقى عنده رؤية للملعب. مش كل حاجة جون مش كل حاجة جون مش كل حاجة جون. مش جاب جون يروح يحتفل أداؤه بره الملعب. أصلا بيفكر بره استفادة نادي الزمالك من الماتش. لازم الكلام مع اللعيبة زي ما قلنا. إن شاء الله اللي جاي أحسن. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتتابعوني. وإن شاء الله كل جديد من نادي الزمالك هيبقى موجود معانا على قناتنا إن شاء الله بإذن الله. ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج الصفارة. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة مرة تانية. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو عجبتك الحلقة وتستنى مننا كل